السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كاب كيك اولا مادلين بالشكلاط للوليدات للكوتي اولا الفطور. دابا مع الدخول المدرسي كنحتاجوا بحال هاد الوصفات ناجحين لذاذين بزاف. غادي نوريكم سر النجاح ديالهم باش يجيوكم مقببين مفشين. هذه وصفه ديال الباتيسريات كتجي رائعه. غندوزو لطريقه التحضير مع المقادير. في اناء غادي نديرو 2 ديال البيضات اللي يكون بدرجه حراره المطبخ، ساشي ديال الفانيلا مع قبيصه ديال الملح وكاس ديال السكر. عبرت هنايا بالكاس العادي ديال اتاي. صافي كنطرب مزيان. هنايا كنت مزروبه خدمت الطراب الكهربائي، اما كنخدمهم عادي غير بالفويل اللي كيكون ديال اليد. كنبقى نضرب بهم. صافي من بعد ما طرب ليا البيض وتبدل اللون ديالو كنزيد كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه وكنعاود نطرب مزيان 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 حتى كنحس بالخليط طرب مزيان بهذا الشكل. وكنضيف كاس ديال الحليب. الا بغيتو ديروهم بالياغورت ممكن، ولكن غادي يكون تغيير في الكميه ديال الدقيق. ديروا ياغورت اولا كاس ديال الحليب. من بعد كنضيف 3 د الكيسان ديال الدقيق وكنشوف على حسب القوام. هنايا الخليط هز ليا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، نفس الكاس باش عبرت السكر والزيت. هاد الكاس ديال اتاي. بالنسبه الى درتو الياغورت راه غادي تكتفيو فقط ب3 د الكيسان حيت الياغورت ثقيل، ولكن هذا هي درت الحليب. كما قلت لكم هزت ليا 4 ديال الكيسان، ماشي مقببين، كيسان عاديين ديال الدقيق في المجموع. كنخلط مزيان. هنايا راه عاودت ضفت واحد نص كاس وصافي. من بعد درت معلقه كبيره ديال الكاكاو ديال العبار ومعلقه وصاشيه. بالنسبه للكاكاو ديال العبار كنديرو باش يعطيني اللون يكون اسود، والصاشيه باش كتعطينا المذاق حيت ديال العبار ما كيكونش فيه المذاق زوين بحال هذاك ديال لي ساشي كيكون لذيذ. كنخلط كما قلت لكم القوام خاصو يكون ثقيل. غتشوفوا معايا. وجوج ديال لي ساشي ديال الخميرات الحلوه، 16 غرام 8 غرام في كل ساشيه. وكنخلط. ها هو الخليط خاصو يكون بهذا الشكل باش يجيكم المادلين ديالكم ويجيكم ناجح، ماشي يكون خفيف كما كنحضروا الكيك. صافي كنحرك. كنأكد خدت ليا 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق، يعني كيسان عاديين ماشي مقببين. صافي كنحرك مزيان مزيان. كنضرب هذاك الخليط مزيان باش هكا الخميره تدخل فيه مزيان. ممكن تزيدوا قهوه سريعه الذوبان، ممكن في هذه المرحله تزيدوا الشكلاط مقطع الا بغيتو يكون في الداخل ديال الكيك. انا اكتفيت هكا بالعجين اللي يكون عادي غير بالكاكاو، وغادي ندير ليه التزيين ديالو من الفوق. صافي. بالنسبه للقويغطاط اولا هادو ديال الكب كيك خديت هادو ب5 دراهم، فيهم 10 ديال الحبات. هادو ديال الكرتون ما كيحتاجوش المول. بالنسبه راه كاينين حتى هادو وحدين اخرين الا بغيتو ديروهم الا عندكم المول. غادي ديروا هادو اللي كيجيو بحال اوراق. صافي هذه حتى هي ب5 دراهم، ولكن فيها بزاف، تكون فيها شي 50 حبه. هادو فقط كما قلت لكم 10 ديال الحبات ب5 دراهم. هادو اللي كيتحطوا في اعياد الميلاد ولا المهم اللي ما عندهاش المول تاخذ غير بحال هادو. صافي. من بعد كندير كل قطعه كندير فيها النص. من الاحسن ديروا فيها النص. انا عمرتهم وجاوني مقببين بزاف. ديروا فيها غير النص كل، يعني هذاك كل هذيك كريتينا ديال كاب كيك ديروا فيها النص ديال. وهنايا خديت 2 دراهم ديال الحبيبات ديال الكوكيز وغادي نزينه بهم من الفوق بهذا الشكل كما كتشوفوا. ممكن تزينوا حتى بالشكلاط مقطع الا كان عندكم نوعيه جيده. غير الشكلاط العادي لا كيتحرق مع الفران. هادو لا، هادو ديال لي كوكيز لا، واخا كيطيبوا واخا كلشي ما كيتحرقوش في الفران كيجيونا هما هادوك. صافي كنزينهم من الفوق بهذا الشكل. وكنكون في هذا الوقيته شاعل الفران من الفوق ومن التحت يكون سخون مزيان بحال الا غنطيبوا الخبز. من بعد ما كندخل ليه لي كاب كيك بحال هذا الشكل يكون مشعول مزيان كما قلت لكم سخون مزيان. كنأكد عليها كنقصوا عليه عافيه مهيله من التحت وعافيه مهيله من الفوق، وكندخلوهم ربع ساعه وكنطلعوا عليهم ونخشي فيهم واحد الكوردون الا ما خرجتش عجينه. صافي راه تقريبا 16 دقيقه كيكونوا واجدين طيبين. غنحل معكم وحيده باش تشوفوا كيفاش كيجيو ناجحين. حضروهم والفطور والكوتي ديال وليداتكم احسن من انكم تشريوهم. صراحه كيجيو خطيرين ما تشبعوش منهم، ووصفه اللي ناجحه. وبسلامه عليكم.